خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية عقب تأكد خبر وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي بعد ساعات قليلة من تداول أخبار متضاربة بشأن وضعه الصحي، لتنطفئ بذلك شمعة واحدة من أبرز القامات الفنية التي طبعت الذاكرة الموسيقية الوطنية والعربية لعقود طويلة. أكد مصدر مقرب من الراحل أن الدكالي فارق الحياة عن عمر يناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة كان يرقد على إثرها بقسم الإنعاش وسط متابعة واسعة من جمهوره ومحبيه داخل المغرب وخارجه. وخلف نبأ الوفاة صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والثقافية، حيث عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والتعازي، مستحضرين المسار الفني الطويل لصاحب مرسول الحب وما أنا إلا بشر، والأثر العميق الذي تركه في وجدان أجيال من المغاربة والعرب. عبد الوهاب الدكالي أحد أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، إذ بصم على تجربة فنية استثنائية جمعت بين قوة الكلمة وجمالية اللحن وخصوصية الأداء، مساهماً في نقل الأغنية المغربية إلى آفاق عربية أوسع من خلال أعمال ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية. وعلى امتداد مساره الفني حافظ الراحل على مكانة خاصة داخل المشهد الموسيقي بفضل اختياراته الفنية الراقية وتمسكه بالأصالة المغربية، ليظل اسمه مرتبطا بفترة ذهبية من تاريخ الطرب المغربي صنعت مجده كواحد من آخر حراس الزمن الجميل.